السلام عليكم. جبت لكم حلقة جديدة من مسلسل أمانة. أخيرا غنشوفوا أن سحر كتقرب من يمن وقالت ليه أنا غادي نحسن لك الشعر ديالك ونقاد لك الوجه ديالك وكل شيء. المهم هو بدا كيقول لها ان اللحيه كبرت بزاف. المهم جابت المقاس وقالت له انا كنت كنساعد الاب ديالي وكنت دائما كنقاد ليه اي حاجه. المهم داك اللحظه بقاو كيشوفوا في بعضياتهم بداو كيضحكوا وقال لها يمن واش ما غاديش تعترف ليا بالحب ديالك. المهم في داك اللحظه كانوا هما في علاقه زوينه. من بعد ما خرجت سحر خرجت الثانيه ديال الاكل غادي تدخل الام ديال مان وغادي تدخل في يديها القرعه ديال السم باش تسمم يمن كان ناعس ما شافاش. وفي داك اللحظه غادي تقرر باش تهرب من تما، ولكن دخلت سحر ولقاتها اصلا كاينه تما. قالت لها يمن ما كيبغيش يشوفك علاش جيتي. بعد غيجي نديم لعندهم والموضوع غادي تنسى، خصوصا ديال حنان. من بعد غادي نشوفوا ان حنان كانت واقفه مع يمن وكذلك مع سحر وكتعرف شنو داكشي اللي كيخططوا ليه. المهم يمن كانت عنده خدمه كثيره في العمل ديالو، ونفس الوقت كانت سحر قالت له غادي نعاونك وغادي نكون في جنبك ما غاديش نخليك بوحديتك. المهم على كل حال داكشي كامل كانت هي كتقد به وكانت كتوجد الخدمه ديالها. لكن الصدمه ان الام ديال من حنان غادي تمشي تغتنم الفرصه من بعد ما يخرج يمن من الغرفه ديالو. غادي دير له السم او داك الماده السامه اللي غتخرج ليه الكبد ديالو. غادي دير كميه كبيره. من بعد ما غتجي سحر غتلقى تما حنان تفاجات وقالت لها انا غير جيت وصافي باش نشوف زعما ولدي ما لقيتوش هنايا. ومن بعد غادي نشوفوا ان سحر غادي تخرج هي والام ديال يمن، وكانت الممرضه ديال سعاد مراقباهم وكتشوفهم فين مشاو فين جاو شنو داروا. يمن في داك الساعه بقى هكذا كيحاول انه يرتاح لان الام ديالو كانت دارت صفارات الانذار بان كاين الحريق في المستشفى عليها خرجت الجميع. وهكذا غادي نشوفوا ان سحر طلب منا يمن باش يشرب الماء وعطاتو كاس ديال الماء، وهو طبعا بقى كيفكر واش يشرب ولا لا. ولكن غنشوفوا شنو كاين في الحلقه. ما نطولش عليكم نشوفوا التفاصيل. لبداية الحلقة يمن كان جالس وكيقيس في اللحية اللي كاينة في الوجه ديالو وبزاف ديال المرات حتى غتجي سحر جابت المقاس وجابت واحد الفوطة وقالت ليه انا غادي نقاد لك اللحية ديال وجهك. قال ليها كيفاش واش انت كتعرفي؟ قالت له اكيد انني كنعرف وكان يعني هادشي هذا ماشي اول مرة غادي نقادو. بقى هو متفاجئ بانها كتعرف دير شي حاجة بحال هكذا. قال ليها زعما صافي جلسي وارتاحي ما تعذبيش راسك. لكن هي قالت له ضروري انا غادي نتكلف بهادشي هذا. المهم غادي دير له فوطه في العنق ديالو كيف ما كنشوفوا وغادي تجيب واحد المشطه. من بعد ما تكون كتمشط له الشعر اللي كاين في اللحيه وكتقطع بالمقاس. وقالت له انا عندي خبره كيف ما قلت لكم ان الاب ديالها كان مريض وهي كانت كدير ليه هادشي هذا، يعني كتقد له الوجه ديالو وكذلك الشعر ديالو. وقالت لي يمن انا عندي خبره كبيره في هادشي هذا. يمن بقى كيشوف فيها وخلاها انها تقوم بداك العمل. وفي واحد اللحظه يشد ليها في يديها وبقاو هكذاك كيشوفوا في بعضياتهم وسحر شاده في يديها داك المقاس. من بعد غادي نشوفوهم كيتبادلوا نظرات ديال الحب. ونفس الوقت غادي نشوفوا بلي يمن في داك الساعه بقى كيقول لسحر انا مازال كنتظر منك داك الكلمه نسمعها من البارح وانا كنستناها ومازال ما قلتي حتى شي حاجه. سحر قالت له صافي انا قررت باش نقولها صافي دابا غادي نقول. بقى هو كيشوف فيها وما عرفش شنو غادي يدير، واش يقول شي حاجه ولا يسكت. ونفس الوقت غادي نشوفوا انهم كيشوفوا في بعضياتهم. وسحر قالت له صافي انا كملت لك داكشي قال لها صافي دابا بامكانك انك تنوض. وقال لها صافي ما عندي علاش نوض، المهم انت كملتي لي مهمه كامله. وهما هكذا جالسين كيهضروا مع بعضياتهم حتى نشوفوا ان يمان في داك الساعه بقى كيقول واش بصح سحر غتكون قادت ليا اللحيه ديال وجهي. بقى مستغرب منها. ونفس الوقت غادي يبان لينا انه فعلا غادي يمشي يشوف الوجه ديالو. ونفس الوقت غادي يكون هو كيشوف وجهه في المرايه وبان له ان وجهه مقاد في هذاك الشيء اللي بغا. سحر داك الوقت هذاك خرجت وكانت محاشمه كتقول كيفاش غادي ندير باش نعترف بالحب ديالي ليمن. هادشي هذا ما يمكنليش نديرو. بقات كتفكر شنو غادي دير. ونفس الوقت غادي تبان لينا ان الام ديال يمن جات لعند سحر وقالت ليها انت كاينه هنا سحر انا بغيت نطمن على يمن واخا ما ندخلش نداخل عنده يعني فين كاين، وانما بغيت غير نطمن عليه غير من البعيد.
قالت ليها زعما كيفاش غطمني عليه من البعيد، انت اصلا عيانه ومريضه كبقيتي غير في الدار بلا ما تعذبي راسك وتجي. لكن قالت لها انا ضروري خصني نكون قريبه على ولدي، ما خصنيش نكون بعيده عليه. ونفس الوقت بقات هي غير كتشوف وساكته، وقالت لها بصح صافي انا غادي نمشي نجلس وانا غادي نمشي نشوف يمن، ما نقدرش نخليه هرب بوحديتو. نفس الوقت غتكون الام ديال يمن حنان شاده في يديها التليفون جالسه كتخدم، ونفس الوقت غادي تبان لينا انها كتشد التليفون وكتعرض رسائل، وداك الرسائل كان الهدف ديالها باش تصيفطهم لداك الشخص اللي صيفطها لعند يمن. المهم هي بقات كتستناها تتخرج، وقالت ليه صافي راه المبلغ ديال المال غادي نجيبو لك، غير كون هاني ما بقاش بزاف وغادي نصيفط لك داكشي. صافي بقات هكداك حنان كتستنى سحر تخرج. سحر خرجت فحال من تما، وبقات كتقول صافي اخيرا غادي ندخل تما وندير داكشي اللي بغيت. يمن كان ناعس في الفراش، واصلا دات وعينو نعاس ديال بصح. الام ديالو غادي تفتح الباب بشويه وغادي تدخل عنده باش تشوف شنو كاين. المهم في داك الساعه بقات كتحل الباب غير بشويه، وكتحاول انها ما تفيقش يمان باش تحط له داك الماده تما. نفس الوقت كان الهدف ديالها انها دير داكشي، ونفس الوقت يعني تخليه يتسمم وهو ما يعرفش شنو هو السبب. نفس الوقت يمن اللي كانت تما ناعس في الفراش، وسحر كانت دخلت مشات حطت غير الصينيه وغادي تجي تما باش تحط داك الصينيه اللي داتها عامره. المهم الام ديالو بقات غير كتشوف وكانت مصدومه لان سحر دخلت وكانت غادي تشوفها، وبدات كتقول اكيد انها غادي تكون ردت ليا البال. لكن حنان ما ردتش ليها البال نهائيا، خلاتها هكذاك صافي ما داتهاش فيها، خلاتها يعني كتهضر معاها. قالت لي انا اشتقيت لولدي وقلت بغيت غير نشوفه واخا هو ناعس. المهم كانت غتقوم بداك المهمه ولكن ما كفاهاش الوقت، ولكن قررت باش انها غادي تبقى تعس تما على سحر، وضروري داك السم او داك الماده السامه غادي تحط عليه تما باش تسمم ليه الكبد ديالو. يعني هي ما غاديش تتهنى ابدا، هكذاك غادي تبقى. ونفس الوقت غادي نشوفوا ان حنان بقات جالسه تما كتسنى الفرصه المناسبه باش ما تضيعهاش. وهكذا غادي يبان لينا ان يمان في داك اللحظه بقى كيشوف شنو غادي يدير، لان الام ديالو جالسه تما معاهم. طبعا ما عجبوش الحال، غادي يجي لعندو نديم، ونديم كان الهدف ديالو باش يخبرو بالجديد القضيه. بقى كيقول له شنو هو الجديد وشنو هادشي هذا اللي كاين هنايا. لكن غادي نشوفو في داك الساعه ان نديم قال له راه زعما في القضيه كاين فيها اخبار زوينه، ونفس الوقت غادي ينفعونا بزاف ديال الحاجات. قال له ولكن كاين خدمه كثيره في الشركه ما خصناش نساوها. قال له بزاف التوقيعات وبزاف المراجعات، راه الملفات كثروا بزاف وما كاينش اللي يخدموا. سحر قالت النديم صافي المهم دابا خليه من يرتاح ومن بعد نشوفوا داك الاشغال هذيك شنو غنديروا فيها. صافي في داك الوقيته وهما هكذا غادي تبان لينا ان سحر قالت له زعما الا كانت شي حاجه انا نديرها. قال لها صافي ما كاين ما يدار، المهم حتى يكون يمن بخير ويخدم هاد الخدمه ويدير مراجعه ويوقع علينا على الورق. سحر غتخرج لعند نديم حتى الباب، كانت معاهم حنان، ولكن سحر غتطلب من نديم باش يجيب ليها الملفات كاملين ديال يمن ويخدموهم هنايا. هي غتساعدو المراقبه سعاد او ممرضه سعاد كانت كتراقب الاخبار ديال يمن وكتعطي التفاصيل لسعاد، وكذلك هادشي كامل هي جات غير باش تشوف حنان. عارفه ان حنان كدير شي حاجه ماشي هي هذيك وما عرفتش بالضبط شنو غادي يكون، ولكن البال ديالها كان مشطوم بزاف خصها تعرف شنو كاين. المهم في داك الساعه يمن اللي غادي يكون في الغرفه ديالو المستشفى وجالس كيشوف في الحاسوب حتى غادي يتفاجأ بان سحر جايه بزاف ملفات. يعني غادي يكون نديم هو اللي ساعدها مشى الشركه وجاب داك الملفات، وطبعا غادي يعطيهم ليمان. هي قالت له انا غادي نساعدك في هادشي، قال لها دابا انت غادي تولي مساعده ديالي. قالت له هادشي اللي بغيت انا. شد داك الملفات حطاتهم وغادي يبقاو يخدموا. المهم غادي يكون نديم خارج في حاله، كذلك الام ديال يمن اللي هي حنان كانت خارجه من المستشفى. ونفس الوقت غادي يبان لينا انه يعني كيهضر معها نديم وقال لها زعما كيف هي الحاله ديال يمان واش كتشوفها بخير. قالت له مزيانه. قالت له انا نسيت التليفون ديالي خصني نرجع من موراه. قالت له صافي انت غير سير في حالك بلا ما توصلني، انا غادي نمشي نرجع مور التليفون عاد نمشي في حالي. المهم رجعت كتستنى الفرصه المناسبه باش ترجع لعند يمان باش تحط له تما داك السم، وجالسه كتفكر شنو غادي دير باش تنزل السم ليمان وتنهي له حياته او تخلي له تسمم في الكبد باش تقدر هو يوقف عليها وتكون الحاله الصحيه ديالو متدهوره. يعني هي اللي غادي تعالجو
وهي اللي غادي تساعدو، وهي اللي غادي تعطيه جزء من الكبد باش تاخد داك الفلوس كاملين، لان الانسان المتبرع الوحيد اللي غادي يكون هو حنان. يعني هي اللي تقدر تبرع اليمن بوحديتها، وهي غتستغل هاد الفرصة هادي باش تاخد ليه الاموال والشركة وكل شيء. مهم يمان كان جالس هو سحر كيهضروا على ديك الكلمة اللي ما قدرتش تقولها له، هي ما قدرتش تقوله انني كنبغيك. وفي داك الساعة قالت له صافي خلينا نكملوا هاد الملفات اللي كاينين، كل نهار غادي نكملوا شوية وتنكملوا كل شيء. هما مازالين هكذا كيخدموا مع بعضياتهم حتى غادي نشوفوا ان يمان بدا كيسمع شي صوت ماشي هو هذاك، وقال ليها شنو هو هذا الصوت؟ قالت له بلاتي نوض بالزربه، هذا الصوت ديال شي حريق، شي حاجه كتحرق في شي مكان، يعني شي حريق كاين في المستشفى، خصنا نوض نهربوا فحنا قبل ما نتحرقوا حتى حنايا. صافي غادي تقول لي ما نوض دغيا باش نساعدك، غادي دير له صباطو في رجلو وغتقول له يلا زيد اجي نساعدك باش نخرجوا من هنايا. صافي يمان غادي تشد فيه سحر باش غادي يمشيو يخرجوا ويهربوا في حالهم. ونفس الوقت غادي نشوفوا ان سحر في داك الساعه جالسه كتقول انا ما عندي ما ندير، انا خصني ضروري نخرج من هنايا. بقات كتقول له دغيا يمن وهي مشاده فيه، ولكن المجرمه ديال حنان كانت تما مراقبه المكان، لانها عارفه شنو خصها دير، خصها تخليهم حتى يخرجوا من الغرفه باش دير السم في الماء اللي كيشرب منه يمن. هذا هو الشيء اللي كانت هي باغاه. المهم بدات كتدخل شويه بشويه الغرفه فين كاين يمن، وداك اللحظه غادي نشوفوا ان ممرضه سعاد كتعطيها الاخبار كاملين والتفاصيل كامله. في نفس الوقت غادي تدخل بشويه عليها، صافي عرفت ان كل شيء ملهي للممرضات ولا الاطباء ولا كل شيء هرب من المستشفى، وهي عارفه ما كاين لا حريق لا حتى شي حاجه. جبدت داك القرعه اللي فيها السم وغادي نشوفوها كتفكر كتقول صافي غادي ندير له داك السم هنايا في هاد القرعه هادي وغادي ننهي له حياته. كانت فرحانه بزاف وعاجبها الحال. ونفس الوقت غادي نشوفوها انها جبدت ديك القرعه وبقات كتقول كل مره غادي ندير ليه شويه كل مره شويه حتى الكبد ديالو غادي يدهور. وفعلا غادي تشد داك القرعه وغادي ديرها، غادي تخوي داك السم تما في القرعه د الماء اللي كيشرب منها يمن. وكانت كتضحك، ولكن المشكل هو انها دارت كميه كبيره ديال داك السم هبط في داك الماء. وبقات كتقول اكيد انني غادي نقلب هاد القرعه في القرعه هادي باش ما يبان والو، باش مره اخرى يعني كل مره غادي تبقى دمل داك السم في الماء ديال اليمن، هو يشرب داك الماء باش الكبد ديالو يدمر. ثم دخلت سحر عليها وتفاجات بالدخول ديال حنان. قالت لها انت اش كديري هنا، اش كديري في الغرفه ديال اليمن؟ قالت لها راه الحريق كاين والناس كاملين هربانين وانت كاينه هنا. قالت لها انا جيت سحب اليمن كاين هنا ولكن ما لقيتوش. بقاو كيشوفوا في بعضياتهم وقالت لها صافي راه خصك نمشي من هنايا، راه الحريق في المستشفى عندك تحرقي حتى انت ولا طرالك شي مشكله. وداك اللحظه قالت ليها لا صافي انا اصلا لقيتيني غادي نمشي في حالي، انا ملي سمعت الحريق كاين ما قدرتش نخرج، ضروري قلت غادي نمشي نطمن على يمن، ما نقدرش نخلي ولدي. من بعد قالت ليها سحر صافي تا انا خارجه، انا جيت غير مور الجاكيطه ديال يمن باش نخرج عليه لان كاين البرد على برا. ونفس الوقت غادي نشوفوا انهم غادي يخرجوا مع بعضياتهم من داك الغرفه. ولكن صافي كانت داك الساعه دارت اللي دارت المجرمه ديال حنان، دارت السم في الماء ديال يمن. يعني صافي استغلت الفرصه ودارت داكشي اللي بغات وعاد غتخرج في حالها، يعني ما جات لتما حتى دارت داكشي اللي كان نفسها فيه. يمن شاف سحر تعطلت بزاف وجالس كيستنى فيها. من بعد غادي نشوفوا انها خرجت لعندو وقالت له ها هي الجاكيطه ديالك، ما قالتلوش انها تلاقات مع الام ديالو. وفي ديك الساعه ملي كانت خارجه حنان شافا يمن وبقى هكذا كيشوف ومن راسو ما شافاش. قال لي هذاك المراه انا ما كنحملهاش وما كنبغيهاش. وقالت له صافي لبس عليك بعدا الجاكيطه ديالك. وهما مازالين هكذا كيهضروا حتى حنان قالت له الحمد لله ولدي على سلامتك، كنتمنى لك الشفاء العاجل. وهي غتمشي بحالها. ومن بعد غنشوفوا الممرضه اللي مازال تابعه حنان، يعني ما غاديش تفرق نهائيا. ونفس الوقت بقى يمن كيشوف الام ديالو ما عجبوش الحال علاش جات للمستشفى. قال لسحر زعما الوقت اللي كنت انا محتاج ليها ما كانتش كمسوقه ليا، ما كانتش كتجي لعندي، ودابا علاش جات ما عندي ما ندير بالمجيء ديالها. صافي في داك الساعه غادي نشوفوا انها بقات كتفكر شنو غادي يديروا. يعني سحر حتى هي واش تدخل يمن داخل ولا داك الحريق طفاوه ولا مازال. وهما جالسين هكذاك مع بعضياتهم كيهضروا وطبعا كيتناقشوا. حنان غتكون غادا في حالها وكانت فرحانه بزاف. المهم بعد ما نفذت المهمه ديالها
صافي نفدت داكشي اللي بغات، شدت داك القرعه السم، بقات كتشوف فيها وكتضحك وقالت صافي واخيرا يا يمن انت ما يمكنلكش تعيش الا بالوجود ديالي انا في حياتك. الممرضه كانت تابعاها من البعيد وكتشوفها فين مشات فين جات شنو دارت، المهم بقات غير من البعيد ما قربتش نهائيا لعندهم. وهكذا غادي نشوفوها بقات كتقول ضروري انا خصني ندير شي حاجه. ونفس الوقت غادي نشوفو ان سحر ويمن دخلوا للغرفه. صافي يمن دخلت وسحر غطاتو قالت له صافي غير جلس هنايا. يمن كان فرحان بزاف وعجبو الحال انه جالس تما وكاينه سحر معاه، وقالت له زعما كنتمنى انك تكون مرتاح وما تكونش تخلعتي بهادشي هذا اللي طرق ليه لا موقع والو، الامور كامله مزيانه وانا بخير وعلى خير. ونفس الوقت سحر في داك الساعه غادي تبان لينا انها بقات كتقول يمان كنتمنى لك السعاده وكنتمنىك تكون بخير وعلى خير وتولي لينا فحال اللي كنتي من قبل. قالت له انت ما كليتي حتى شي حاجه اليوم، ولكن غادي يقول ليها انا ما خصنيش ناكل ما خصني حتى شي حاجه. قال لها عطيني غير كاس ديال الماء. وتما غادي تكون الصدمه الكبيره لان يمان بعد ما طلب الماء من سحر داك الماء كان مسموم ماشي هو هذاك، ولكن سحر ما كانت عارفه والو، عمرت له الكاس ديال الماء وعطاتو. ومن بعد غيقول ليها يمان واش انتي ما غاديش تعترف ليا بالحب ديالك؟ قال لها انا كنستنى. بقات هي غير ساكته وحشمانه وما بغات تقول له حتى شي حاجه، ولكن داك الكاس د الماء كيستناها يمان تعترف ليه بالحب ديالها باش يشرب الماء. وتما الا شربو راه غادي يتسمم له الكبد ديالو وصعيب باش انه يتعالج، يعني غادي تكون حالته خطيره. المهم هنا غادي تنتهي الحلقه ديالنا. في الحلقه الجايه غنشوف واش يمن غيشرب داك السم ولا ما غاديش يشرب، يعني التفاصيل اكثر غنشوفها في الفيديو الجاي ان شاء الله. شكرا لكم على المتابعه، دمتم في رعايه الله وحفظه والى اللقاء.